بزاف الحمد لله، السهره فاتت مزيانه وعلى ما يرام. كيفاش جاك التفاعل ديال الجمهور؟ تفاعل زوين بزاف، وهذا ماشي غريب زعما، ماشي هذه اول لقاء عندي مع الجمهور ديال الرباط او سلا والنواحي، ولكن الحمد لله بالعكس الجمهور ديالهم كان متجاوب بزاف، غنى معنا فرح معنا والله يخليه لينا. الجديد ان شاء الله غادي يكون البوم جديد غادي يخرج في 2026، ولكن قبل غادي نحاولوا ننزلوا بعض الاغاني على شكل سينجل مصوره على طريقه فيديو كليب. كاين اللي كيقول انه غادي تدخل المجال ديال التمثيل، واش بصح يعني؟ هي صراحه دخلت هذه شحال كانت واحد التجربه، واللي ما كتبش يعني ما كتبلهاش الله انها تخرج للجمهور يشوفوها، ولكن زعما انا منفتح اذا كانوا اعمال شفتها انها تناسبني وتناسب مثلا الشخصيه ديالي، علاش لا بالفرح. بالنسبه للفنان المغربي، واش بصح ولات منافسه كبيره بين الفنانين المغاربه يعني في مهرجانات بالضبط؟ هي المنافسه حاضره في كل عادي، يعني المنافسه غير تكون منافسه شريفه وتكون يعني تكون تحترم قوانين المنافسه كما كيقولوا. بالعكس نشوفوا ان فنانين يبدعوا يتنافسوا على حاجه اللي هي زوينه، لان في اخر شيء هو اننا كلنا كنرفعوا رايه المغرب وكنمثلوا الموسيقى المغربيه وتراث بلادنا. بطبيعه الحال هذه المنافسه غادي تكون بالعكس واحد الجانب ايجابي ديالها، هو انها انتشار الاغنيه اكثر واكثر، زعما بدون زعما كما حنا نقولوا لا بيناتنا، بدون ديك الشراره ديال المشاكل ولا، ولكن المنافسه في النطاق المحدود علاش لا. واش كتشوف ان من حق الفنان انه يحتج امام يعني اتصالات المغرب باش ياخذ هذا امر لا يهمني انا، يعني ما عنديش، انا بعيد عليه، ما كنبغيش ندخل في المشاكل ديال الفنان الاخر. انا اللي كنقول الله يوفق الفنانه كاملين وما كرهناهمش، كاملين يخدموا وكاملين، لان نستعرض لي الفنانين كلهم كينتظروا في فصل الصيف، لان هي الوقيته اللي كتكون فيها المهرجانات والحفلات. نتمناو لهم السنه الجايه ان شاء الله يكون حضور اكثر، وعلاش الله يوفقهم. واش نشوفوك في الاقاليم الجنوبيه في نوفمبر في غتكون علاش لا اكسبسيونيل؟ علاش لا؟ انا من هذا المنبر نقول لهم الا كانت شي حفله عرضوا عليا نجي مرحبا على الراس والعين. في 6 نوفمبر ديال العيد المسيره هي الا عرضوا عليا وكانت الدعوه نجي انا نلبيها. شوفي انا فين ما كانت شي حاجه كتهتم بالبلاد وكتهتم بالصحراء المغربيه والوحده الوطنيه، انا دائما كنت حاضر، لا في التظاهرات الوطنيه ولا الدوليه، الحمد لله دائما الحضور ديالي كاين. كاين بعض الناس كيقولوا ان الدوزين احتكر المهرجانات. لا انا هذا العام درت يمكن 8 ديال السهرات او 9 مقارنه مع بزاف ديال الفنانين. بالعكس انا هذا العام وقفت لا تورني ديالي، وقفتها الجوله ديالي وقفتها في 15 12 كانت اخر دات عندي. في ال 15 خديت عطله انا والعائله، ما بغيتش نزيد نخدم رغم ان بزاف عيطوا لي المهرجانات. من غير هذا المهرجان ديال اليوم اللي جيت حضرت لان ختام الصيف وجاتني دعوه وكبروا بيا، فجيت انا والفرقه الموسيقيه ديالي رغم انهم مشاو عطله رجعتهم باش حضروا. فما نظن 8 ديال الحفلات او 9 ما نظنش كان احتكار. واش بصح الدوزين قريب نشوفوك عريس؟ علاش لا؟ كلشي مكتاب. كيقولوا انك يعني قابل على الزواج. داكشي ديال الله، حنا ما كنتحكموش فيه، ولا كان شي بنت الحلال علاش لا. مرحبا. شكرا.